المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام. السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا اليوم، ويسخر من الزمالك. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تصلوا على رسولنا الكريم. بعد قرار الفيفا المفاجئ اليوم بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية رسميا في البطولة القادمة، والتي سيشارك فيها 24 فريقا، واتخذ الفيفا هذا القرار بمشاركة أبطال القارات في عام 2021 وعام 2022، وكان الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في بطولة 2021، وأيضا سيشارك الوداد المغربي في هذه البطولة. فقد تفاعل عمرو أديب بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وقال: الظاهر كده يا جماعة، الأهلي بقى من الحاجات الأساسية في كأس العالم للأندية، لازم يشارك، ودي هتكون المرة الرابعة على التوالي للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. بتهيألي مشوفناش ريال مدريد اتأهل 4 مرات قبل كده لكأس العالم للأندية ورا بعض. يا جماعة حد يقول لي الفيفا الأهلي لسه مغلوب من صن داونز ب5، ازاي هيشارك في كأس العالم للأندية؟ يبدو ان الفيفا عايزة تفرح كل الأهلاوية بعد ما تغلبوا ب5 من صن داونز، وقالت لهم انسوا احزانكم وهتشاركوا في كاس العالم للانديه مع كبار اوروبا. ده ليفربول هيشارك وريال مدريد وتشيلسي، وهتلاقي صفوه انديه اوروبا بيشاركوا في البطوله ديت. في 8 انديه من افضل انديه اوروبا هيشاركوا في البطوله الجايه اللي هيشارك فيها الاهلي. واحنا يا زمالك خلينا في الكوارث بتاعتنا، ده احنا لسه مغلوبين من انبي، وشكلنا مش هنوصل لدوري ابطال افريقيا البطوله الجايه، ولا هنشارك حتى في الكونفدرالية. الزمالك من أسوأ لأسوأ، يعني الأهلي لو ما أخدش بطولة إفريقيا السنة دي كده كده مشارك، يعني ما عادش فارق معاه ياخد بطولة إفريقيا. والله أنا مش عارف الأهلي ده جايب الحظ ده منين، كل شوية يطلع حاجات جديدة ويشارك في كأس العالم للأندية بلوشي. يا بخت الأهلاوية والله، أنا ليه ما كنتش أهلاوي؟ كان هيبقى مزاجي زي الفل، أتغلب ب5 من هنا والفيفا تفاجئني وتأهلني لكأس العالم للأندية. والله حاجة تجنن. وفي النهاية لو انت محب للنادي الاهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديد.